بضيق المساحات وقدر يوصل لجون. لكن اللي انا اقدر اقوله ده نيو لوك لوادي دجله. ما شفناش وادي دجله بيلعب بتكتيك ده بقى لنا فتره طويله قوي. نعم. لا، وادي دجله بيلعب كره مفتوحه بمنظر تاني خالص. اول مره اشوف وادي دجله من سنين في التزام، في حاجه، يعني مش حاجه بتتقال، لا في شكل جديد ليهم. يعني كل مره مدرب يجي بيعمل معاهم شغل كويس، في شكل في لكن ده شكل جديد يختلف عن اللي كان وادي دجله بيلعب بيه الفترات السابقه. نعم. لكن في التزام كويس. انا اعتقد ان الشوط الثاني برضه هيبقى في دماغ الكابتن احمد حسام اللي هو يغير من تكتيكه شويه، لان اكيد في لعيبه بدنيا هتقع. نعم. وبالذات في الحته القدامانيه حته الارتداد بتاعهم هيبقى اسرع من كده. نعم. كابتن ضياء، من الناحيه الثانيه فريق سموحه بيقابل من قدام قوي، وفريق سموحه لم يحقق المطلوب، تغيير اسلام محارب على حساب بانو ديوارا، وشايف التغيير ده ازاي؟ هو تغيير لما بيبقى تغيير في الشوط الاولاني بسرعه كده، يا اما اصابه يا اما المدرب اتنرفز من اسلام انه ما بينفذش اللي هو عايزه. وطبعا النتيجه مأثره. يعني لو انا بعتقد لو تعادل ما كان ممكن يتغير بين الشوطين مثلا او الشوط الثاني. في النهايه سموحه لما بيتعمل قدامك تكتيك دفاعي لازم يقابله شغل عشان تقدر تخترق الدفاعات بالامكانيات اللي عندك. دجله بيرجع نص ملعبه بشكل كويس، بيقفل وبيضيق المساحات، وفوق كده بيضغط كويس. يعني بيضغط على لعيبه سموحه اللي هم عندهم بطء شديد جدا في الباسنج، عندهم بطء شديد جدا في النقل بسرعه لقدام، كل الباص بالعرض، فده بيدي فرصه لدجله انها تتمركز كويس وسهل جدا انها تقطع. المفروض في الأربعة 3-3 في اختراقات من على الجنب، كله متقفل، هتلاقي تمساح قدامه 2 لعيبه، مصطفى جلال ومصطفى طلعت، هتلاقي الناحيه الثانيه اسلام محارب برضه قدامه 2 لعيبه. اما في القلب فهو متعطل خالص، رؤوف مش عارف يستلم، لانه في بطء في بدايه الهجمه، في بطء في انك تقطع بسرعه وتعمل هجمه قبل لعيبه وادي دجله ما تتمركز. في بطء في الحاجات الفرديه. يعني النهارده اللعيبه في كتير عندهم امكانيات فرديه يقدر يغير جزء من التكتل الدفاعي ده. لا تمساح استغل ده ولا اسلام استغل ده. طبعا رؤوف واقف مش واصله له، عشان كده احنا بعد ربع ساعه شفنا باولو بيسخن، ولا شفنا رجب بكار ولا عمر سعد، ولا شفنا